جوج كلمات هما اللي محكمين في حياتك، غتفهمهم باي لغه. ولا اجي تعلم كيفاش تقول لا، سير على الله. ملي كتقول وحده اوتوماتيكمون كتقول حتى الاخرى. ملي كتقول لصحابك كتقول لا للمستقبل. كيفاش تعرف فوقاش تقول لا؟ ببساطه حدد الاولويات ديالك والقيم ديالك. شنو هي اهم حاجه بالنسبه ليك؟ واش الخدمه، واش المستقبل، واش الصحاب، واش العائله؟ الا كان مستقبلك هو اهم حاجه فراه فاش تكون خدامه تقول لا لكل شيء. الا كانت المساله مساله حياه او موت فكيتلغى هادشي كامل. حيت الا جا عندك صاحبك في الليل رجلو مهرسه وقال لك ديني للسبيطار ما يمكنش تقول ليه لا. ولكن الا جا عندك صاحبك وانت عندك الحفاضه وقال لك يلاه تكسر في واحد الماتش، راه تقدر تضربو بالكوداس. دابا عرفتي انت تقولها، ولكن الحاجه الصعيبه هي كيفاش غتقولها. كتكون جالس في الدار والله يعاود يجي عندي تنقول ليه لا، والله تنقول عليه في وجهه، وفاش كيجي عندك صافي واخا اللي بغيتي. دابا تخيل راسك انت مالك وقلتي للخادم ديالك يتسخر ليك، راه ما يمكنش يقول لك لا. ودابا تخيل داك الخادم جا عندك وقال لك نوض تسخر ليا انت الملك. بطبيعه الحال ما غتجيك صعيبه تقول ليه لا، بالعكس غتقولها له بلا تفكير. وهذا هو الغلط اللي كدير ديما، كتحط الناس فوق منك وكتعطيهم قيمه اكثر من راسك. راه ما كاينش شي واحد يستاهل تعطيه قيمه اكثر من راسك وعائلتك. الا عطيتي لشي واحد قيمه اكثر منك فراه اوتوماتيكمون ما تقدرش تقول ليه لا. داكشي علاش ديما حط راسك انت الاول. في الاول غتجيك صعيبه، تقدر تزيد معها اعطاء ماشي مشكل، باش تقول لا بطريقه مباشره صعيبه، متفق معاك. فاش يجي عندك شي حد قول ليه سمح لي راني مزلوب ما نقدرش نعاونك دابا عندي شي شغال حتى من بعد. ومع المده غتولي تسهل القضيه وغتولي تجيك ساهله انك تقول لا. وخلاصه في الاول ضروري تشجع وتقولها. وهذا خصو يكون هو اخر فيديو ديالك غتفرج فيه في هذا الموضوع، حيت راه واخا تفرج في 100 فيديو بحال هذا ما غتستافد والو. المعلومات كاملين اللي غتحتاج عطيتهم لك دابا. كان معكم الكوتش احمد، سير على الله.